السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا ولاد الصف الخامس؟ هنشرح النهاردة مع بعض تقييمات الأسبوع من الأول لحد الرابع، وهو أغلب الجزء اللي داخل في امتحان الشهر بأمر الله. خلينا نبدأ بالأسبوع الأول. بيقول digital citizenship is defined as، هنختار letter B use technology carefully and respectfully. بعد كده it's one of the duties of social responsibility، هنختار رقم دي اللي هي الإجابة A و B together، اللي هي not spreading rumors، اللي احنا ما ننشرش الشائعات، و using the internet to spread goodness and knowledge، الفايدة والمعرفة والأشياء الجيدة. نيجي للتست التاني some common and online misconceptions are، الإجابة هتبقى letter D all of the above، كل ما سبق. بعد كده رقم 2 organizations help the community through، هنختار letter A publishing awareness campaigns. نيجي بعد كده للثيرد تيست one of the value of digital citizenship is، هنختار letter C respect and responsibility. رقم 2 good online behavior is، هنختار رقم A respecting others. بعد كده عندنا جزء الكلاس روم، ده بيبقى عملي يا ولاد، فبنعمله مع التيتشر معانا في الكلاس. ندخل على الهوم وورك true or false digital citizenship means using the internet in responsibly، يعني بعدم مسؤولية in responsibly، يبقى الإجابة غلط. طيب رقم 2 the internet can be a tool for spreading awareness، أيوة صح، الإنترنت ممكن يستخدم كأداة لنشر المعرفة. ندخل على تقييم الأسبوع التاني وهو كله true or false. أول حاجة a good website is characterized by being organized و easy to use and its design it's attractive، يعني الموقع الجيد بيتميز ان هو منظم وسهل ومصمم بطريقة attractive، الإجابة صحيحة. the information should be verified before use، لازم نتأكد من المعلومات قبل نشرها، الإجابة صحيحة. good design makes the website easier to use، برضو الإجابة صحيحة زي ما شرحنا. the library of Alexandria website is a reliable resource، مكتبة الإسكندرية بتعتبر reliable resource، أيوة الإجابة صحيحة. بعد كده information website are used for entertainment purpose only، يعني احنا بنستخدم الويب سايت والمعلومات اللي عليه بس في الترفيه، الإجابة خاطئة. anyone can create a simple website by himself، أي حد يقدر يعمل موقع بنفسه، يقدر أي حد يعمل موقع بنفسه. بعد كده جزء الهومورك وهو عبارة عن choose a website can be created by أو using a WordPress، نقدر نعمل الموقع من خلال WordPress. بعد كده it must be ensured that the site، لازم نتأكد ان الموقع reliable صادق و secure آمن. كده خلصنا الأسبوع التاني، ندخل بقى على الأسبوع التالت. بصوا الدرس ده انا عايزه افهمكم نقطتين مهمين. الكوميرشال، الحاجات الخاصه بالتجاريه دي بتكون بيع وشراء، اما الحاجات اللي هي ليها دعوه بالوعي وكده ممكن تبقى educational، حاجه يعني فيها تعريفيه او حاجه معنويه. ماشي، هو ده فكرة الدرس. أول حاجة بيقولي commercial service، الخدمات التجارية are intended for awareness raising purpose، الإجابة طبعا خاطئة، لأن التجاري معناها زي أمازون، حاجة ببيع واشتري عليها، مش للتوعية. personal information must be known during the purchase process، لا طبعا معلوماتي أنا الشخصية مش لازم يعرف اسمي وعنواني وكل الحاجات دي، أو مثلا عدد أولادي أو معلوماتي أو تاريخ ميلادي، لا مش لازم. المعلومات اللي انا بس بستغلها عشان اشتري الحاجة، يعني مثلا فيستي رقمها ان انا هشتري بيه في الحاجة المحددة دي، طبعا اللي بيعمل كده بابا او ماما. بعد كده online advertisement are always true، لا مش كل الاعلانات بتبقى صحيحة. safe shopping mean being wary of unreliable website، يعني التصفح او سوري الشراء الاونلاين لازم يكون بعيدين عن المواقع اللي غير صادقة.
بعد كده online shopping can be risk if we don't practice safe shopping. ممكن يبقى risk وممكن اعرض نفسي للخطر، فالاجابة والجملة دي صحيحة. educational website are non-commercial، صح زي ما لسه قايلين، دي حاجة تعليمية فهي non-commercial مش تجارية. بعد كده الكلاس روم زي ما اتفقنا بنعمله مع المس بتاعتنا في الفصل. بندخل على التقييم الرابع والأخير اللي نزل لحد دلوقتي. قد يكون في تقييم خامس هيخش في الاختبارات إن شاء الله نبقى ننزله، وقد يكون لأ، فيعني ده أغلب المنهج. بيقول لي دلوقتي برضو true or false. groups can't be created within the browser. بصوا يا ولاد، البراوزر نقدر نعمل فيه جروبس مخصصة لانها بيع ايه، مثلا كل جروب بيبيع حاجة معينة، او براوزر ممكن يكون متصفح لحاجة معينة، ماشي، فاقدر اقسمه لجروب يعني على حسب انا هقسمه لايه. طيب حتى السؤال التاني بقى بيجي، فده طبعا اجابة غلط. you can use the Microsoft Edge browser on Windows operating system. ممكن استخدم المايكروسوفت ايدج. طيب بعد كده a web browser is a program or application that help you browse in website. الإجابة صحيحة، المتصفح ده بيساعدني ان انا اعمل تصفح في الموقع. الفيتشرز اوف مايكروسوفت ايدج براوزر are security and privacy. طبعا هو ده من الحاجات الآمنة فصح. new pages can be added to a group in Microsoft Edge. ممكن اضيف بيج تاني جديدة لو انا عايز اضيف حاجة. example of web browser is Google Chrome. واحد من امثلة البراوزر او متصفح جوجل كروم، طبعا ده متصفح شهير كلنا بنستخدمه. ندخل بعد كده على جزء الهومورك وهو choose to add a current page to new group in Microsoft Edge. و choose هنختار ايه؟ هنختار add current page، هنضيف ايه؟ صفحة تانية. example of web browser، مثال زي ما قلنا جوجل كروم وهو ايه اشهرهم. بكده نكون وصلنا للنهاية. حاولت احل معاكم تقييمات الوزارة اللي على الاغلب امتحان الاي سي تي مش بيطلع منها، على اساس ان هي بتبقى نقول عليها ام سي كيو، امتحانات الام سي كيو اللي هي تشوز او ترو اور فولس. بالتوفيق ان شاء الله يا ولاد، واي حد عنده سؤال يسيبهولي.